هاكرز العربيات الكهرباء. دارك يا سيح دارك. مع اهتمام الناس المتزايد بالعربيات الكهرباء والتقدم اللي عاملاه شركات زي BYD وتسلا، بدأ يظهر عدد كبير من الهجمات الإلكترونية والهاكرز. الباحثين بقى المتخصصين في الأمن السيبراني بدأوا يناقشوا أهم نقط الضعف والثغرات اللي ممكن الهاكرز يدخلوا منها للعربيات دي. وفعلا شاب معاهم عنده 19 سنة قدر يعمل هاكينج ل 25 عربية تسلا في 12 دولة مختلفة وهو قاعد في مكانه، وعن طريق ابلكيشن غير مرخص قدر يتحكم في العربيات دي ويمشيها، وكمان يعرف المواقع بالظبط اللي هي بتتحرك فيها، وقعد يلعب شوية ويفتح لهم الأبواب والعربية ماشية ويقفلها تاني. المشكله ان الموضوع ده مش بس مع عربيات تسلا، الخطر الاكبر هو محطات شحن الكهرباء. في بحوث اتعملت على نقط الضعف والثغرات الامنيه اللي ممكن تكون موجوده في محطات الشحن، وطلع ان في مجالات كتير ممكن عن طريقها يتعمل هاكينج لمحطات الشحن، زي مثلا انهم ممكن يعطلوا لك عمليه الشحن بتاعه العربيه، وكمان ممكن اعاده تشكيل نظام عن طريق الواي فاي والUSB بيخليهم يوصلوا من محطه الشحن لكل العربيات اللي استخدمت المحطه دي عن طريق الكلاود. طب احنا نقلق يعني ولا نعمل ايه؟ لا ما نقلقش، لان اللي بيعمل الهاكينج ده هم الباحثين والمصنعين للعربيات ومحطات الشحن، علشان يقللوا فرص الاختراق ليها ويكونوا سابقين الهاكرز بخطوتين. بس هم عايزينك تعمل اللي بيقولوا عليه، انك تحافظ على طول انك تعمل ابديتس للابلكيشنز اللي بتربط العربيه على الموبايل، وانك تعمل ابديتس على طول للابلكيشنز بتاع محطات الشحن، وتاخد بالك من الابديتس بتاعه سوفت وير العربيه، وطبعا ما توصلش عربيتك على اي شبكه واي فاي انت ما تعرفهاش، واي باسورد هتعملها لازم تكون قويه وما تقولهاش لاي حد، وطبعا ما تنزلش اي ابلكيشنز على العربيه او الموبايل من اي اماكن مجهوله وغير مرخصه. لو المعلومات دي كانت مفيده بالنسبه لك يا ريت تعمل لايك وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. سلام.